لا يوجد الليلة نوم مع قناة سراديب الرعب. هل أنت جاهز لقصة اليوم؟ في إحدى الليالي الساحرة والمظلمة في الجزائر، كنت حارسا في إحدى المقابر القديمة التي تتناثر في أرجاء البلاد. كانت المقبرة تعج بالتاريخ والأساطير، ولكنني لم أكن أؤمن بالأساطير حتى تلك الليلة المرعبة. كانت تلك ليلة مظلمة ومخيفة بالفعل في المقبرة. كانت الأشجار تتأرجح بشكل غير طبيعي، والرياح تحمل أصواتا مرعبة تندفع خلال الأرجاء. كنت أقف بمفردي وقلبي ينبض بشدة في صدري، فما إن أسمع أصواتا غريبة تتردد في الهواء كأنها خطوات تتقدم ببطء نحوي. شعرت بالحضور الغامض من حولي، كأن شيئا ما يراقبني يتأملني من خلف الظلال. في لحظة ما بدأت أرى شكلا مظلما يظهر بين الأشجار. كانت هذه الأشجار تتأرجح بشكل مرعب، كما لو كانت تحاول أن تخبرني بشيء ما. كان الشكل يأخذ تدريجيا شكلا بشريا، لكن بعيون غريبة، عيون تنبعث منها القوة والغموض. حاولت الابتعاد، لكن الشكل المظلم لم يفارق مكانه، بل كان يتقدم ببطء نحوي. تسارعت نبضات قلبي، وأصبحت أشعر بالخوف الذي ينمو داخلي. كنت أتساءل إذا كان هذا كائنا حقيقيا أم مجرد هلوسة في عقلي المرعب. وفي لحظة من الفزع تكسرت قلادتي بشكل مفاجئ، وبدأت الأشجار تتلاشى أمامي وتهتز بشكل عنيف. وبينما كنت محاصرا في الظلام وقلبي ينبض بشدة، ظهرت مفاجئا أمامي صورة امرأة مخيفة. كانت ترتدي ثوبا أحمرا متمزقا، وشعرها الأسود الطويل كان يتدلى على وجهها الباهت. لم تكن تتحدث، بل كانت تصرخ وتشخر. كانت الرياح تتلاطم حولها، والأشجار تتأرجح بشكل غير طبيعي حولها، مما يجعلها تبدو كمخلوق مأخوذ من كوابيس الظلام. بدأت أشعر بالخوف العميق يسيطر علي، والدهشة تعم ملامح وجهي. كانت هذه المرأة الغريبة تقف هناك كما لو أنها جزء من أسطورة حقيقية تخترق الحدود بين العالم الحقيقي والعوالم الأخرى. محاولا التصدي لرعبي، بدأت أتحرك خلف القبور ببطء، ولكن المرأة الغامضة تبقى تتبعني بنظرتها الحادة والمرعبة. لم أكن أعرف كيف أتعامل مع هذه الحالة، فكان كل شيء يبدو وكأنه جزء من كوابيس لا نهاية لها. فجأة بدأت الرياح تشتد بشكل مفاجئ، والأشجار تتأرجح بعنف، وكأنها تحاول التحذير من شيء قادم بسرعة. وفي لحظة من الدهشة والفزع اختفت المرأة الغامضة فجأة تماما، تاركة لي وسط المقبرة المظلمة والمخيفة، مع الشعور بالعزلة والخوف يغمر كل خلية في جسدي. لم أكن أعرف ما إذا كان كل ما حدث حقيقيا أم مجرد خيال مرعب يعكر صفو حياتي. كنت أتأمل في الظلام، بدأت أسمع ضوضاء غريبة تتلاشى في الهواء، كأنها صرخات بعيدة تتردد في الرياح الهائجة. ثم بدأت تظهر شكلا آخر ببطء من بين الأشجار، لكن هذه المرة لم تكن شكلا مخيفا، بل كانت امرأة بشرية طبيعية ترتدي فستانا أبيض ناصعا وتبتسم بلطف. توقفت لحظة مدهوشا من المنظر، ولكن الرعب السابق لم يتركني بعد. اقتربت المرأة ببطء، وكانت عيونها تشع بالدفء والحب. قدمت لي يدها بلطف، وبدأت تحكي قصة عن كيف أحبت حارس المقبرة، وكيف حاولت أن تنقذه من شرور الجن التي تجوب المكان. وفي تلك اللحظة بدأت أشعر بالسلام يعود إلى قلبي، والخوف يتلاشى ببطء. وبينما كنت أغرق في عيونها، أدركت أنني وقعت في حب جني، حب لا يمكن أن أفهمه تماما، ولكنه كان حقيقيا بالنسبة لي. منذ ذلك الحين عشت مع الجنية في عالم مليء بالسحر والغموض، وتركت وراء ظلال المقبرة وكل أساطيرها، لكنني لا أنسى أبدا الليلة التي تغيرت فيها حياتي بشكل دائم.